في سنة 1989 حصلت حاجة محورية غيرت شكل العالم اللي عايشين فيه لحد النهاردة. مش تغيير سياسي وبس، لأ، ده تغيير سياسي وجغرافي وفلسفي ونفسي كمان. في السنة دي الناس اقتحمت جدار برلين، الجدار اللي كان فاصل بين الألمان. وسقوط الجدار ده ما كانش بس سقوط خرسانة، ده كان سقوط سور أيديولوجي كامل. ومعاه وقعت الإمبراطورية السوفيتية، وقعت منظومة ضخمة من الصراعات الفكرية والأخلاقية اللي كانت حاكمة العالم. ومن هنا بقى في نظام واحد هو المسيطر على العالم كله، النظام الرأسمالي الخالص، نظام أمريكا، نظام السوق المفتوح، المنافسة، وإن كل حاجة ليها قيمة اقتصادية. بقينا نقيس كل حاجة بالأرقام، العرض والطلب، السعر، الربح. والموضوع ما وقفش عند السوق والسلع، لأ، ده دخل على الأفكار وعلى الناس نفسهم. الإنسان بقى بيتقيم حسب هو مشهور قد إيه، معاه كام، تصنيفه إيه. ومن هنا انتشرت القوائم: أفضل 100 شركة، أجمل 10 ممثلات، أغنى 10 رواد أعمال، أقوى 20 رئيس دولة، وغيرهم كتير. الذهنية دي حولت الإنسان نفسه لسلعة، شكله، أفكاره، مهاراته، كل حاجة بقت قابلة للتصنيف بالأرقام. وطبعاً الذهنية السوقية دي انفجرت أكتر بعد الثورة التكنولوجية، لأن الإحصاء والتصنيف بقوا سهلين جداً. بقى عندنا عدد متابعين، عدد لايكات، مشاركات، مشاهدات، زيارات صفحة وغيره وغيره. وفي اللعبة دي ظهر نوع جديد من البشر، الإنسان العالمي، هومو جلوبس، الإنسان اللي قيمته جاية من ترتيبه في التصنيف. وبقت الثروة والشهرة أهم معيار للنجاح، لأنهم معايير قابلة للقياس. الثروة تتقاس برقم في البنك، والشهرة تتقاس بعدد الفولورز. يعني إيه؟ يعني اللي معاه 5 مليون متابع خير من الله أكتر من اللي معاه 5000. في العالم المكشوف ده، العالم اللي كله شايف بعضه، المقارنة بقت أسهل من أي وقت فات. مش زي زمان، مش بس تقارن نفسك بزمايلك في الفصل ولا بأولاد الحتة. دلوقتي انت بتقارن نفسك بالمدينة، بالدولة، بالعالم كله. انت شايف مكانك في لعبة المكانة الاجتماعية بوضوح تام. اتكلمنا عن ده قبل كده في حلقة المكانة الاجتماعية، بس النهاردة هناخد زوايا جديدة. احنا بقينا شايفين الكل ناجح، سعيد، منجز، حتى لو ده مش حقيقي. ومن هنا انفجرت أزمة تقدير الذات، وانتشر خوف اسمه الخوف من الضآلة، Fear of Insignificance. القلق إنك تكون مش مهم، مش معروف، ملهوش قيمة. حتى لو أنجزت كتير، ساعات لما تقارن نفسك بغيرك تحس إنك ولا حاجة. وعشان كده ما تقارنش نفسك بحد. المقارنة عدو السعادة، وعدو الرضا، وعدو الراحة، خصوصاً المقارنة بالسوشيال ميديا، لأنك هناك مش بتشوف غير اللي الناس عايزاك تشوفه. ولما القلق ده يزيد، الاحتياج النفسي لإثبات وجودنا بيكبر. ومن هنا دخلنا مرحلة جديدة، لفت الانتباه، attention seeking، صرخة خد بالك مني، شوفني، أنا موجود. وده ممكن يحصل بطرق كتير، بالشراهة، بالنكد، بالسكوت المتعمد، بالاختفاء، بالصمت المطبق. ببساطة، لفت الانتباه هو أي سلوك بنعمله بقصد إن الناس تاخد بالها مننا. تعريف بسيط بس خطير. خلينا الأول نتفق إن الاحتياج للاهتمام طبيعي جداً وغريزة إنسانية. إحنا عايزين نكون محبوبين ومقبولين ومنتميين. إحنا كائنات اجتماعية، وعشان ننتمي لازم الناس تقبلنا، وعشان تقبلنا لازم نلفت انتباهها. المشكلة مش في الاحتياج نفسه، المشكلة في الطريقة. ممكن نلبي الاحتياج ده بطريقة صحية، وممكن بطريقة مؤذية. الانتباه لما بيجيلك ده إحساس إنك موجود، وإنك مهم، وإن ليك تأثير. حتى الانتباه السلبي، في دراسات بتقول إن ناس كتير تفضل إنك تهاجمها أو تتنمر عليها عن إنك تتجاهلها تماماً. ليه؟ لأن الشتيمة إهانة، بس التجاهل إقصاء وتهديد للانتماء. ويليام جيمس مؤسس علم النفس الأمريكي قال أسوأ حاجة ممكن تحصل للإنسان إنك تتعامل معاه كأنه مش موجود. عشان كده ناس كتير تخلق لنفسها وجود حتى لو وجود سلبي، زي قصة الأعرابي اللي بال في بئر زمزم
ولما اتضرب وتعاقب قال: أردت أن أذكر ولو باللعن. باحثين كتير قالوا إن لفت الانتباه هو بوابة الناس بتحاول تدخل منها عشان توصل لحاجات ناقصاها، والطفولة هنا عنصر أساسي. اللي اتربى في بيئة آمنة وأخد حب واهتمام كفاية بيكبر وهو مقدر نفسه، لكن اللي اتعرض لإهمال أو عنف أو قلة أمان بيكبر وهو مستعد يعمل أي حاجة بس عشان حد ياخد باله منه. أنا شخصياً عيلتي 10، وأنا اللي في النص، واللي في النص دايماً محدش شايفه، فكنت بحاول أبان، أكون شاطر، أتميز، أصلي أكتر، أطلع الأول، بس عشان أسمع: إحنا شايفينك. في مقال لطبيب سلوكي سأل سؤال مهم: هل إحنا فعلاً محتاجين اهتمام ولا محتاجين قبول ورعاية وبنحاول نوصل لهم بالاهتمام؟ وحكى عن بنت كانت بتدخل المستشفى كتير وتعمل تصرفات غريبة، مش عشان بتحب الانتباه، لكن عشان كانت محتاجة اهتمام حقيقي. الإنسان ما يقدرش يعيش لوحده، وده واضح في هرم ماسلو. وفي تفسير علمي بيقول إن كبر حجم دماغ الإنسان راجع لتعقيد العلاقات الاجتماعية. أحد علماء الأعصاب قال: الدماغ مصمم للعلاقات، لكن الوحدة بتمرضه. وده يفسر ليه سلوكيات لفت الانتباه زادت في عصر الوحدة اللي بقت شبه وباء. في بريطانيا لوحدها أكتر من 10 مليون إنسان بيعانوا من الوحدة، لدرجة إن الحكومة عينت وزير للوحدة. الناس الوحيدة بتفتقد الانتباه الإيجابي، فبتدور على أي انتباه حتى لو سلبي. الفيلسوف إدريس شاه قال: وراء معظم تصرفات البشر دافع غير معترف بيه، الرغبة في الاهتمام. ودراسات كتير أثبتت إن الرفض الاجتماعي بيأثر على المخ زي الألم الجسدي. وفي دراسة اللي بياخدوا اهتمام أكتر بيتعافوا أسرع من الجلطات. ودراسة تانية قالت إن نجاح الجواز بعد 4 سنين مرتبط بحاجتين: التفاهم وقت الخلاف والاهتمام المتبادل. حد قال جملة عبقرية: أسوأ من إن الناس تتكلم عنك إنها ما تتكلمش عنك خالص. إحنا بقى جيل اتربى على السوشيال ميديا من المهد للحد. عمر ما حصل في التاريخ إن الإنسان يعرض نفسه للعالم كله بالشكل ده. زمان كنت بدور على رضا أبويا وأمي، دلوقتي بدور على فولورز. السوشيال ميديا وسعت الملعب وعقدت اللعبة وحطت رقم صريح يقيس تقدير الناس لينا، وده جاب مشاكل نفسية كتير. حسب تقرير هيئة الاتصالات السعودية، نص السعوديين بيقضوا أكتر من 7 ساعات يومياً أونلاين. أكتر منصات: واتساب، تيك توك، وسناب شات. نظرية الاستخدام التعويضي بتقول اللي ناقصه احتياج نفسي زي الاهتمام بيعوضه بالسوشيال ميديا. وبعض الباحثين اعتبروا الاحتياج المفرط للانتباه نوع من الإدمان. ومن هنا نقدر نفهم متلازمة مونكهاوزن اللي فيها الشخص يتظاهر بالمرض بس عشان التعاطف والانتباه. والنسخة الأخطر لما أب أو أم يمرضوا طفلهم نفسياً لنفس السبب، وغالباً وراه ده طفولة مليانة إهمال. في عالم السوشيال ميديا الانتباه بقى فلوس، وده اسمه اقتصاد الانتباه. تعال أقولك إزاي تكسب $1 من غير ما تقوم من مكانك، إزاي تبقى مليونير في 3 خطوات. كمان السوشيال ميديا بتدينا تحكم كامل في صورتنا، نختار الناس تشوف إيه وما تشوفش إيه. نظرية مسرح جوفمان بتقول إحنا ممثلين على مسرح، بنخلق انطباعات. زمان التصفيق كان مقياس الإعجاب، دلوقتي الإشعارات، والمنشور اللي ما يجيبش تفاعل يتحذف. وده خلى تقدير الذات مرتبط باللايكات. مش غريب إن اللي مدمن سوشيال ميديا عرضة للاكتئاب 5 أضعاف. مدير خدمات نفسية في جامعة كورنيل قال: الطلبة فاكرين إن الكل سعيد، لكن الحقيقة إن الكل بيعاني. الاهتمام والمحبة حاجة ضرورية دينياً وإنسانياً، لكن الطريقة هي اللي بتفرق. والحل هو تغيير جذري في التفكير. نبني 3 ذهنيات. أولاً، الذهنية القيمية مش السوقية، نفك نفسنا من لغة الأرقام ونقيس الأثر الحقيقي. ثانياً، الذهنية المستقلة، تقديرك لنفسك يطلع من جواك مش من ترند ولا معايير جمال متغيرة. ثالثاً، الذهنية الوقورة، اعرض إنجازك بس بكرامة ومن غير ابتذال. لفت الانتباه بحكمة يبني سمعة ويفتح فرص. أنا شخصياً بدأت أصنع محتوى عادي ومن غير تخطيط لحد ما جت فرصة شغل وبنت مستقبلي المهني. وأخيراً، مسؤوليتنا كبيرة مع أولادنا. الحب والاهتمام والاحتواء بيحموهم من الخوف من الضآلة. زي المثل الإفريقي
الطفل الذي لا تحتضنه القرية سيحرقها ليشعر بالدفء. ركز على الأثر وسيب الضوضاء وخليك أقوى حليف لنفسك. وكما قال الشاعر: يفنى العباد ولا تفنى مصانعهم، فاختر لنفسك ما يحلو به الأثر.